مم. قوه بوركينا فاسو كابتن، يعني انت بتتكلم هم اعتماد على الامور البدنيه اكتر. بص، هو طبعا الافارقه كده كده اه. اللي عندهم الامور البدنيه حتى لو لسه يعني بقالهم فتره ما لعبوش. مم. فدي مش هتفرق، بس اللي هيفرق ان هم بيلعبوا كوره صح، بوركينا حقيقه بيطلعوا بيلعبوا بيها كويس. من اه. ورا صح. مم. واحنا شفنا في البطوله بطوله الامم. الافريقيه الاخيره، مم. واخد بالك، ده هم خسروا بضربات الترجيح مم. من جنوب افريقيا، صح؟ ايوه. واخد بالك، وهم كانوا الاقرب للفوز. فانا بقول لك ان لا، فرقه يتعمل لها مليون حساب، وعشان تكسب لازم تضغط، وانت هنا في وسط ملعبك، في طب وسط انا جماهيرك. هل كابتن حسام في ماتش زي ده فكره الضغط وان انا الهجوم الكاسح وانت بتلاعب خلاص ده ماتش كاس عالم، اهاجم واضغط بكل خطوط يا كابتن، ولا ابقى واخد بالي لان ما انت عندك عندك سرعات اربعه الناحيه ورا، التانيه؟ ما انت عندك اربعه ورا، وعندك واحد في نص الملعب، خمسه. لو الكره اتردت 5 ضد 5 مش هيعرفوا يجيبوا جون يا فاروق. ايه مشكله منتخب مصر ممكن تخاف منها يا كابتن في ماتش زي ده؟ المشكله اللي الاستهتار، عندنا. الاستهتار. لا انا بتكلم فنيا مش. ما هي فنيا، ما انت لو لا انا اللعيبه فنيا نازله. في خطوطنا، في مواقف دفاعيه ممكن احنا ضعاف فيها، في امور ممكن تكون هو في خطوطنا دلوقتي مثلا مش متظبطه. هو دلوقتي مين اللي لان ما فيش هيلعب؟ حد هيبقى مستهتر في ماتش زي ده. مين اللي هيلعب الاثنين مساكين مع عبد المنعم وياسر ورامي. ورامي، مم. اللي هم اصلا بيلعبوا في النادي الاهلي؟ في حد تاني هيلعب في مصر غيرهم؟ لا. انت هتقول لي بقى الحته الدفاعيه، طب ما هو كان خسروا بطوله افريقيا. ما خلي بالك. بس ماتشات الدوري الابطال غير المنتخبات يا كابتن، واللعيبه اللي هتلعبها يا غير اللي عم، لعبوا طب قدامهم في دوري الابطال. طب ضمتهم ليه؟ لا انا بكلمك دول لعيبه هتبقى مختلفه غير اللي بيلعبهم في دوري حبيبي الابطال. ماشي، ما هو انا برضو لازم يكون عندي، ما هم اللعيبه بس ده انا هقول لك مين هو موجود. سيبك من، ماليش دعوه بالاسماء. ازاي؟ الناس دي بتيجي قدامنا، اسمع بس، الناس دي بتيجي قدامنا هنا مع الاستاد، مع الجماهير، مع صلاح، واخد بالك، مع حسام دلوقتي وهو واقف على الخط. الدنيا هتختلف تماما. الدنيا هتختلف تماما. هيبقى في رهبه وفي توتر وفي خوف. وانا بقول لك عشان كده تستغل اول ربع ساعه، لازم زي ما الكتاب بيقول ان انت لازم تجيب جون في اول ربع ساعه. ازاي؟ ما اعرفش. انت عارف لما هتضغطهم كده، هم هيقعدوا فتره عقبال ما يفكروا يطلعوا من ورا تاني بالكوره. ففي الفتره دي تكون انت خلصت. لما تجيب جون هم يبداوا يلعبوا بقى بالطريقه العشوائيه ويبداوا يهاجموك، يبقى عندك مساحات بقى. استغل صلاح وزيزو وتريزيجيه ومصطفى محمد واللي جاي، انت واخد بالك؟ بس ما هو جون زي 3 جون يخليك تاخد 3 بونت، واخد بالك؟ طبعا. فهو جون يخليك تفتح الملعب. انما طول ما الوقت بيعدي وهم متعادلين، لا، هم عايزين يتعادلوا معاك. ده بأحلى جودة، العودة بأحلى جودة. حسام حسن عامل منتخب. ايه العظمة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ يا عم ده احنا بنقابل بوركينا فاسو، يا عم بلا بوركينا فاسو بلا بتنجان، احنا كنا بنقابل مركز شباب ابو الغيط وكان بيحط علينا عادي جدا يعني. النهارده منتخب مصر عامل اداء فوق الروعة، حاجة كده انت فاهمني ملهاش وصف. بعد ما كنا بنشوف العته كله والعبط كله في المنتخب، بقينا بنشوف منتخب بيعرف يسجل من اول دقيقة، بقينا بنشوف منتخب بيعرف يلعب كرة سريعة، بقينا بنشوف منتخب بيعرف يعمل ضغط عالي، الحمد لله. بقينا بنشوف منتخب يجيب اجوال، تصدق يا مؤمن؟ بقينا بنشوف منتخب يجيب اجوال، ما كنا مفتقدين النقطة دي اصلا. فالحمد لله والف مليون مبروك، وان شاء الله تكون نقطة ودمنا عليها بقى اخيرا. وبعد طول انتظار منتخب مصر بنسخة، حتى لو بنقابل يا عم مين مش مهم، بس وخلي بالك بوركينا فاسو منتخب جامد برضو، مش منتخب اونطه يعني، ياما حطوا علينا السنين اللي فاتت دي. فاخيرا بقينا بنشوف منتخب يحترم، يحترم، تقدر تقول انا عندي منتخب بلدي بيلعب كوره كويس. الف مبروك يا جماعه.